السلام عليكم المتتبعين الزوينين. كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتسمعوا القصه ديال اليوم. قصه روعه ومولاتها كتسنى منكم تنصحوها. وقبل ما نبدا نبغي نقول لكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، واللي ما مشتركاش في القناه تشترك وتعطيونا النصائح ديالكم في بلاصه التعليقات، فضلا وليس امرا. نبداو على بركه الله. سميتي لمياء، واليوم جيت نعاود لكم قصتي وما جرى فيها. والقصه ديالي هادي تبدا النهار اللي قررت نتزوج وندير وليداتي. ما تشرطت ما حتى حاجه، كنت باغا راجل اللي يصوني ونصونو ويتهلا فيا وفي والديا اللي ما عندهم في الدنيا غير انا. عشت قصه فقر كبيره بزاف مع والديا اللي كانوا ناس دراوش وعلى قد الحال، مع اب اللي كان بصير وام اللي كانت عندها اعاقه خفيفه في الرجل ديالها. الام ديالي من النوع اللي درويش، ما كتنبش ما كتدبش، داخله سوق راسها وكتمشى جنب الحيط، عايشه قانعه بداكشي اللي قسم ليها الله. عايشين في واحد الدويره في الكريان، ولدتني انا وما بقاتش ولدات مازال، حيت اصلا تزوجت في واحد السن اللي كبيره شويه. وبالنسبه للوالد كان صغير عليها ب5 سنين، وكانوا الوالدين ديالو هما اللي كيقودوه، وملي توفى بقى وحداني، وكان كيقلب على مرا اللي تهز بيه، وكان مسكين غير كيسعى. كنا كنسعاو باب الله. ملي كبرت انا وليت انا اللي كنقودو وكنديه البلايص اللي ترزق فيهم الله. قريت مده 3 سنين في مدرسه، من بعد خرجت حيت الاب ديالي ما كانش كيلقى اللي يقودو ويمشي معاه. انا ملي حليت عينيا في الدنيا لقيت والديا عايشين غير بديال الناس اللي كانوا كيعاونوهم، وكزيد عليها ديك البركه اللي كان كيجيب الوالد ديالي من الطلبه. المهم بقيت كندي الوالد ديالي حدا الجوامع والشوارع الكبار، وكل واحد وكيفاش كان كيتعامل معانا، شي يتعامل معنا مزيان وشي يجري علينا. وبقينا هكاك واحد المده طويله. ايوا ملي بديت كنكبر وليت كنلاحظ بلي بزاف ديال الرجال كيتحرشوا بيا. حتى لواحد النهار جا واحد وقف علينا بواحد المرسيدس كي دايره، جا عند با مدلو 50 درهم. با مسكين بقى كيتفتف بغا يشدها من عنده، وهو يخطفها ليه وقال ليه غنعطيك الشري ب50 درهم، ولكن بشرط تعطيني بنتك ندوز بها يومين. با مسكين بقى كيغوت عليه وبقى كيضربو بديك العصا ديالو. تجمعوا الناس وهو مد يديه على الوالد ديالي ودفعو حتى تضربات الجبهه ديالو مع الارض. درنا ليه 3 ديال الغرزات. ايوا ملي رجعنا للدار شافتو الوالده ديالي هكاك، عاودنا ليها قالت صافي يا لاله، انا اللي غنبقى نخرج معاه، نبقى نكابر ونشد فيه ونخرج معاه. بقينا هكاك حتى درت انا 18 عام. ايوا جا واحد السيد خطبني، انا ما بغيتش نسمح في والديا واخا هما عياو فيا. انا قلت لهم لا، انا هادي نوض نخدم ونعاونكم شويه ونيت نريحهم. وقلت لهم واخا نخدم غير في الميناج. بقيت كنقلب حتى لقيت الخدمه عند واحد الناس مسك عليهم الله. نقابل ليهم باهم كان مريض شويه، ونبقى ندير شغل الدار، والخلاص اللي كانوا هيخلصوني هو 24 الف ريال. اللي كانوا كيجيو الوالدين ديالي يشوفوني مره في الشهر ويجلسوا معايا واحد الساعه ديال المكانه ويديو ديك الخليصه باش يقضوا ويدوزوا الشهر. وفي هاد الفتره هادي الوالد ديالي ما بقاش كيخرج يطلب. خدمت انا عند هاد الناس مده عام ونص حتى ولاو كيعنفوني. ولا الوالد ديالهم كتجي واحد الحاله كيبدا يضرب ويشير عليا باي حاجه كانت حداه. وملي كنت كنتشكى كيقولوا لي واصبري راه مريض. بقات الامور هكاك حتى لواحد النهار شير عليا بواحد البريق، جابوا لي نيشان في الظهر. سيمانه وانا ما كنقدرش نتحرك ظهري. صافي تما قررت نخرج من هذيك الخدمه. ايوا خرجت مشيت للدار، بقينا كنقضيو بديك الشيء اللي كانوا كيشيطوا والديا من ديك الخلصه اللي كنت كنشد.
ايوا حتى لواحد النهار جات كتدق عليا واحد الجاره، قالت لي واش تبلاصيني في الحمام مده شهرين. هي كان عندها شي شغل، شي حفله نتاع شي ناس ديالها، وكانت غادي تغيب، وكان خاصها اللي جلس يقابل ليها البلاصه ديالها باش ما يديوهاش ليها، وكانت كتخدم كساله في الحمام. قلت لها مرحبا، نديباني على ما نلقى انا الخدمه. ايوا المهم مشيت بلاصيت السيده في هذا الحمام، كان شعبي. هادي تحكي ليها ظهرها تعطيك 10 دراهم، هادي تكس ليها تعطيك 50 درهم. المهم البركه ديال الله كانت كتحضر، حتى كملت المده اللي غترجع فيها السيده لبلاصتها. جات علماتني يومين من قبل بلي صافي راه هادي تبدا خدمتها، وقالت لي راه هادي حل واحد الحمام جديد، وراه هادي خصهم اللي يخدم. الا كنتي ارتحيتي في الخدمه بحال هكا انا ندويلك مع السيده. قالت لي انا غادي نهضر مع مولات هاد الحمام، راه نيت السيده ديالهم هي اللي هتفتح الحمام الجديد. قلت لها صافي، الله يجازيك بالخير. داكشي اللي كان. هضرات معاها، والنهار اللي قربوا يديروا فيه الافتتاح عيطولي. مشيت، سولتني السيده د الحمام واش كتعرفي ديري الماساج. قلت لها انا كنعرف ندلك، راه الوالده ديالي مريضه من رجليها، راه كل ليله كتدلك ليها. قالت لي لا، واش عندك شي ديبلوم؟ قلت لها لا، انا راه حتى القرايه راني ما قارياش، ولكن جربيني ويكون خير. قالت لي هادشي اللي كاين، الا بغاوك الكليان وشكروك مرحبا بك، حيت انا دابا راه غراضي ماشي هو الفلوس، راه غراضي هو نكسب الكليان. وهاد الحمام ما كانش حمام عادي، كان من ديك الحمامات الكبار اللي فيهم الصونا. المهم راكم فهمتوني. ايوا اول وحده غادي ندير ليها الماساج، وتما فين غادي نعرف القدرات ديالي. هي واحد المراه كبيره، كان عندها واحد الكتف ما كتنعش بيه. جابتها بنتها كتخدم استاذه، قالت لي الله يعطيك الستر، بغيت لي يدير ليا الماساج للوالده ديالي لكتفها. انا قلت لها راه السيده اللي مكلفه بالماساج راه ما كايناش، راه ما جاتش هذا النهار، عندها شي شغل. ولكن ماشي مشكل، انا نمسد ليها عادي. ايوا داكشي اللي درت، غسلت ليها وحكيت ليها. ايوا فاش ساليت مسدت لها كتفها مزيان، خرجتها، لبست ليها حويجاتها وتكت في واحد الفوتوي. ايوا لقات راحتها. حتى جات بنتها من موراها لقاتها ناعسه، قالت لي ياك ما سخفات. قلت لها لا، راه هي لقات الراحه وصافي. عطاتني اللي كتب الله وتهلات فيا الصراحه. ايوا من ديك النهار وديك المراه كتفها بحال الا كانت غير كتكذب. ولاو كيصيفطوا ليا الكليان اللي تفكات ولا اللي وقع لها شي حاجه بحال هكا كتجي عندي. المهم ولات معروفه عليا في ديك الحمام بلي انا راه كنمسد. بقينا واحد 4 شهور حلو الحمام ديال الرجال، كان غير في الجنب ديال الحمام اللي انا خدامه فيه، ونيت مولاتو هو نفس السيده ديال الحمام ديالنا. وكانت الفتره ديال الصيف ما خدمش ديك الحمام مزيان حتى دخل البرد. بقينا غاديين هكاك في الخدمه. ايوا حتى لواحد النهار كتجي عندي مولات الحمام، قالت لي الله يعطيك السر، على الكسال ديال الحمام ديال الرجال راه طاح على رجليه، راه هادي 2 سيمانات ما خدم، وهو اللي هاز ليا الحمام. قالت لي الله يسهل عليك، واش ما تمسديش ليه؟ قلت لها ايوا فين غادي نمسد ليه؟ قالت لي حتى تساليو ويبقاو معاك البنات ويجي عندكم لهنا. ايوا داكشي اللي كان، خلى حتى سالينا وجاو كيعاون بواحد العكاز. ملي دخلت ليه قلت ليه فين مقصح؟ قال لي في المرود ديالي. وانا حشمت، قلت لهم لا، انا صحابت لي ركبتو ولا رجليه، اما المرود انا ما نقدش ندير فيه يديا. يمشي يشوف شي راجل هو اللي يمسد ليه. ايوا صافي، قال لي ماشي مشكل. ناض مشات ليام وجات ليام، حتى لواحد النهار انا خارجه من الخدمه كنتلاقاه واقف. السلام السلام، سولتو كيف بقيتي؟ قال لي شويه دابا الحمد لله. ونيت كانت باينه عليه بلي دار لاباس. بقى كيسولني على راسي، فين كتسكني، واش قريبه ولا بعيده. وليت فين ما كنخرج من الخدمه كنلقاه معرض ليا. حتى لواحد النهار درت فيه، قلت له ما تبقاش تعرض ليا بحال هكا، يمشيو يشوفوك الناس ديال الخدمه ويقولوا راه بيناتنا شي حاجه.
قال لي هو وداكشي اللي بغيت. انا يا بنت الناس راني ناوي معاك الحلال الا قبلتي عليا. انا ما نكذبش عليك ونقول لك لاباس عليا، انا راه غير مسكين بحالي بحالك. نتجمعوا يا انا وياك ونعيشوا باللي قسم الله. قلت له شوف اخويا، انا راه ماشي ديال الزواج، انا خدامه على والديا. قال لي انا نخدم عليك وحتى على والديك. ايوا هانتي فكري وردي عليا. ايوا مشيت للدار الليل كامل وانا كنفكر في الهضره ديالو. صباح الصباح عاودت هادشي لامي اللي فرحات مسكينه وقالت لي تزوجه بنيتي، تزوجي ولدي وليداتك، شحال قدك تبقاي مقابلنا حنا. وحتى الوالد ديالي كان متفق مع امي على نفس الهضره. قلت لهم ولكن راه هو غير بوفري ديال راسو، راه حتى الخدمه اللي كان خدام في الحمام راه جلس ملي تبعت من رجليه. الوالد ديالي قال لي على شنو كتسنى يا بنتي، حنا راه غير ناس مساكن في نظارك، فين هادي نلقاو حنا هاد الراجل اللي لاباس عليه اللي يقبل علينا. نوضي يا بنتي تزوجي وتعاوني مع هاد ولد الناس وديري وليداتك، راه مسكين دا مسكينه وتهنات المدينه. المهم اخوتي مشيت للخدمه ديك النهار، دوزت النهار عادي كيف مولفه. ايوا خرجت في العشيه لقيتو كيتسناني باش نرد عليه الخبر. ايوا قلت له شوف ولد الناس اجي مرحبا بك. ايوا داكشي اللي دار، حط النهار وجاب معاه واحد صاحبه، واحد السيد كبير من العائله. ملي سولو با على والديه وعلى خوتو قال له والديا توفاو وخوتي راه كلها عايش حياته، وحتى من بعد ونعاود لك مع عمي. هذه راه قصه طويله. المهم انا حسبني مقطوع من الشجره، عندي هاد البنت ديالكم الا قبلتوا عليا وانتوما من بعد الله. با قال له مرحبا بك ولدي، حتى حنا راه هي الناس على قد الحال الا قبلتي علينا. المهم عطاني واحد الثمن اللي قليل في الصداق، ودرت انا عشيه هكا غير الحنه مع بنات الجيران، وهزيت حويجاتي ومشيت معاها البنات لواحد البيت اللي كان هو كاريه ومستقر فيه من قبل، بيت في السطح. كنت كنطلع في الدروج حتى كنسخف في واحد الموبل حاشاكم كان موسخ، وقلت ماشي مشكل كلشي كيعدي بالصبر على انا فين كنت عايشه. المهم بقينا هكاك، هو كينوض الصباح كيخرج كيقول لي انا طالب معاشي، وانا كنمشي لخدمتي اللي ما خرجتش منها حيت بقيت كنصرف على دارنا كيف كنت، وهو كنتعاون معاه على المصروف ديال الدار. مشات ايام وجات ايام حتى كنلقى راسي حامله. ايوا الصراحه ديال الله هو فراح، وانا ما نقول لكمش ما عجبنيش الحال، ولكن كنت ديما كان نفكر وكنقول فين هادي نزيد هاد الترابي مسكين. وحنا يلاه مقاتلين مع الوقت. المهم بقينا هكاك حتى لواحد النهار كنت في الخدمه وهو كيشدني واحد الوجع مجهاد، وانا ديك الوقت يلا عندي 4 شهور. صافي طلبت الاذن من المعلمه وقلت لها راني ما غاديش نبقى نجي حتى نحس براسي بخير. ايوا مشيت للدار عيطت عليه في التليفون قلت ليه ها شنو كاين، جا كيجري داني للسبيطار ديال الدوله. قلبوني قالوا لي راه عندك الجنين تحرك من بلاصتو، ياك ما هزيتي شي ثقل. قلت لهم لا راني خدامه في الحمام وراه كنطلع في الدروج. ايوا قالوا لي الحمد لله اللي ما طاحش ليك، راه خاصك الراحه. قالوا لي هادي نشدوك تباتي على ما ديري لاباس نديروا لك الدواء. ايوا شدوني ديك الليله ما داروا لي حتى حاجه، بقيت تما مكرفصه كنتقطع، وهما كيقولوا لي واحد تيجي الطبيب. فين هو هذا الطبيب الله اعلم. ايوا شي شويه جا راجلي لقاني في ديك الحاله وهو ينوض عليهم فضيحه. قال لهم عطيوني دابا ورقه ديال الخروج هنخرج مراتي. ما بغى حتى شي واحد يدوي معاه. في الاخر هزني وهذه يديني. قلت له كون غير خليتيني يديروا لي غير الدواء. قال لي زيدي وسكتي. ايوا عيط لشي واحد جا مورانا بالطوموبيل. ايوا حتى كنلقى الطوموبيل كيف دايره واقفه.
طلعنا، قال له سير الكلينيك الفلان الفلاني. قلت له ويلي شكون هذا، واش من كلينيك؟ دار فيا وقال لي اسكتي وديها في مرضك. وصلنا للكلينيك، دخلنا، الناس غير شافوه بداو كيرحبوا به. دخلوني، علقوا لي السيرو، داروا بيا، كل واحد شنو كيدير. المهم تهلاو فيا المزيان. سيمانه وانا نعسه تما في ديك الكلينيك، خلص فيها القطه والبطه. ولكن اللي ما فهمتش، الراجل منين جاب ديك الفلوس؟ هو ملي كنسولوه كيقول لي راني هزيت 6000، وملي كندور فيه كنقول له وحنا شدانا لشي سالاف، وشدانا لشي كلينيك، واش حنا قد الكلينيكات؟ كيسكتني بكلمه واحده، هي ديها في مرضك باش ديري لاباس. ايوا هي هذيك. ملي جينا خارجين بحالنا، جات نفس الطوموبيل، ولكن ما هاديش تديني للبيت ديال السطح، داتني لواحد الدار كيف دايره. قال لك هادو كيتكراو، راني جبتك لهنايا فين ترتاحي. دخلني، لقيت الخدامات تما، استقبلوني، طلعوني لواحد البيت كيف داير. قلت له يا الراجل منين هاد الشي؟ قال لي راه واحد السيد معرفه قديمه، كان كليان ديالي، ايوا ملي ساق الخبار هو دار معايا هاد الشي، حيت كنت كنتهلا فيه، وبحال الا تقت وانا بحال الا تقت بهاد الهضره اللي قال لي. وهي تجي واحد الفرمليه اللي كانت ديجا مقابلاني في السبيطار، قال لي هادي تبقى معاك هنا. وهاد الفرمليه كتعيط ليه غير السي فلان. انا ما فهمتش كيفاش السي فلان. المهم قلت له انا كون هي ديتيني عند والديا، راه هادي يكونوا مهولين عليا. قال لي غير جلسي، والديك انا اللي غادي نجيبهم لك. ايوا داكشي اللي كان شويه حتى كيبانوا ليا والديا داخلين، حتى هما ما فاهمين والو. ايوا حتى فهمتهم، داكشي اللي عاودت لكم هو اللي قلت ليهم. ايوا المهم دوزنا في ديك الدار واحد الايام، عمرني في حياتي ما دوزت بحالها. كنت كنشوفها غير في الافلام. الماكله كيجيبوها ليا حتى للبيت، والديا ما خاصهم حتى خير، وانا كنبقى غير مع راسي كنهضر وكنقول وناري ولفت هاد العيشه، ما بقيتش قاده نمشي للبيت ديال السطح. ايوا حتى لواحد الليله كيدخل عليا السيد مفركس ومقاد، تقول ماشي هو. ايوا قال لي كيف جيتك؟ قلت له سيدي جيتي كتحمق، حنا راه اصلا فنين، راه خاصنا غير الفلوس. ايوا قال لي لقيتي شي حد يعيشك بحال هاد العيشه تبدليني؟ قلت له ماشي راني حمقى، انا ما نبدلكش بمال الدنيا، وزيدون راه المثل كيقول لبس قدك يواتيك. قلت له وحنا ما كرهناش ربي يعطينا الرزق، ولكن اللي نعيشو فيه انا وياك. ايوا قال لي لالا ملي قلتي هاد الهضره راه ما بقى ما يتخبى، هذا الرزق اللي انتي فيه راه كله ديالنا وديال وليداتنا ان شاء الله. انا صحابت ليه غير كيضحك معايا. ايوا قلت له كون كنتي ناعس نقول راك كتحلم. ايوا قال لي تا بحال علمك الله، راه انا نيت بحال الا كنت كنحلم. المهم هنا فين هادي عاود ليا القصه. قال لي شوفي يا بنت الناس، انا راه مش شحال هادي وانا كنقلب على بنت الناس بحالك اللي تصوني ونصونها، واللي خلاني نزيد نتاكد هو فاش قبلتي عليا كيف ما انا يا بنت الناس راه ماتوا والديا، وانا وخوتي ورثنا ورثه صحيحه، والمشكل اللي وقع ان رزقي انا كله مشى ليا في القمر. وهذا الشيء هو اللي خلى خوتي قاطعوني لحد الان، حيت ضيعت رزق با. تزوجت بجوج ديال العيالات اللي ما حملوش هاد الطبيعه اللي كانت فيا. ديك الشيء لاش ما كنطولش معاهم وكنطلق، بقيت وحداني، لا ريال لا جوج، كاع فلوسي مشاو ليا في القمر. وليت كنخدم فاش ما جاب الله. ايوا حتى لواحد النهار كنجيب الربحه في القمر، ربحت بواحد المبلغ اللي كبير بزاف، راه فوق المليار. ايوا من تما تبت وحلفت ما نولي نلعب، وديك الفلوس بنيت منهم جامع، وصدقت منهم على الجمعيات ديال اليتامى، ودرت منهم مشاريع هما اللي دابا خدام فيهم. ودابا يا بنت الناس راه هذه هي الحقيقه، انا راني برزقي وبمشاريعي، وانا راه ما كنتش هنقول لك هذا الشيء حتى تولدي،
تاع هاد المرضى ديالك زربات علينا. ايوا انا يا البنات ما تقبلتش هاد الشيء. ملي كنقول له انا فلوس الحرام، ايوا كيقول لي راه حتى انا خسرت رزقي كامل. انا هزيت الراس ومشيت لدار والديا وما عرفت ما ندير، واش نطلق من هذا الراجل ولا نكمل في زواجي ونعيش في ديك الخير. ايوا يا البنات كنتسنى النصائح ديالكم. شكرا بزاف على الاستماع ديالكم.